مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. قرى الثقافة تسهم لنقل التراث في مهرجان إريتريا. نتائج مرضية لتنمية الفواكه. دعوة لتعزيز دور المجتمع لمكافحة الملاريا. عصابات مسلحة تقتل 26 جنديا وتسقط مروحية عسكرية بنيجيريا. قمة العالمين تدعو إسرائيل للالتزام بتعهداتها. روسيا ودول في الناتو تتبادل اعتراض المقاتلات. أفاد زوار مهرجان إريتريا عام 2023 أن قرى الأقاليم تلعب دورا مهما في الحفاظ على الثقافة ونقلها للأجيال. وأعرب الزوار القادمون من أقاليم البلاد المختلفة عن إعجابهم بنشاطات المهرجان بشكل عام والنشاط الثقافي التراثي بشكل خاص، ومشاهدتهم عن قرب لعادات وتقاليد القوميات الإريترية. وذكروا بأن أداء معظم العروض الثقافية التراثية من الشباب يبرز الجهود المبذولة لنقل الثقافة والتقاليد من جيل إلى جيل. وأوضح الزوار القادمون من أمريكا وأوروبا أنهم يقومون بجهود مستمرة لتعريف أبنائهم المولودون في الخارج بثقافة وتراث وطنهم، وأن مشاهدة على أرض الواقع في مهرجان الوطني سيساعدهم على التعرف عليه بشكل أفضل وتعزيز علاقاتهم ببلدهم وشعبهم. وذكر الزوار أن من داخل البلاد إن المهرجان أصبح أحد المهرجانات الرئيسية للإريتريين، ويخدم بصورة كبيرة لوحدة ووئام الشعب. ودعا الزوار لتعزيز دور جميع شرائح المجتمع لتطوير أنشطة المهرجانات. جذب معرض إقليم شمال البحر الأحمر في مهرجان إريتريا من الثروات البحرية وفرص الاستثمار الواسعة في الزراعة والسياحة وغيرها انتباه الزوار. وذكر الزوار أنهم استطاعوا بسهولة فهم الخطط الحكومية الكبيرة لتطوير قطاع الموارد البحرية وتحدياتها، بالإضافة إلى التراث التاريخي والأثري للأقاليم وإمكانية السياحية. وأشار الزوار إلى أن الذي أثار إعجابهم هو إمكانية تنزيل محتوى النصوص وصور ومقاطع الفيديو وغيرها من برامج التنمية والهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية لاستخدامها. وقال عضو معرض إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسياس تسفازجي عن تطوير التطبيق إنه تم تطويره في مركز التدريب الكونفدرالية الوطنية للعمال في مصوع، ويسهم كثيرا لإيصال محتوى المعرض للزوار بسهولة. من جانبه قال مسؤول معرض إقليم شمال البحر الأحمر السيد سعيد صالح إن موارد الإقليم هائلة لدرجة أنه لا يمكن تقديم كل شيء في المهرجان. أعلنت مؤسسة المواشي والغلال تحقيق نتائج مرضية من جهود رفع إنتاج الفواكه كماً ونوعاً. وأوضح المدير العام للمؤسسة الرائد كبرآب أبراهام أن التجارب تجري بوضع الاعتبار للتربة والمناخ واستيراد أنواع جيدة ذات إنتاجية عالية، مشيراً إلى زراعة تجريبية ناجحة لحوالي 27 ألف شجرة بون و8,000 شجرة أفوكادو و500 شجرة زيتون في حلحلة وترى إمني. وقال إن البرنامج يشمل تنمية شتول أشجار الفواكه بما يناسب التربة والمناخ وتوزيعها للمزارعين وزرعها ورعايتها في مناطق مختارة. وذكر توزيع آلاف شتول أشجار البرتقال والمانجو وغيرها. وأوضح بأن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه الجارية إلى جانب زراعة الفواكه في جبل إيتعبر ومنطقة ترى إمني تسهم في الاستقرار البيئي وتنمية الثروة القابية.
دعا مكتب الصحة في مديرية تسني في اجتماع عقده في علي قدر في 10 أغسطس لتعزيز دور المجتمع في الجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا خاصة في موسم الخريف. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة الملاريا في مديرية تسني السيد عاوت مبرهتو انخفاض مرض الملاريا والوفيات الناجمة عنه في السنوات الأخيرة نتيجة تضافر جهود المؤسسات الصحية والشعب. وقال إنه سيتم رش المبيدات الحشرية في المنازل والبرك خلال فصل الخريف، وسيتم توزيع مجاني للناموسيات وإجراء الفحوصات الطبية من قبل المهنيين الصحيين وممثلي الصحة في القرى، داعيا الشعب لتعزيز التعاون خلال حملة رش المبيدات. وقال السيد بشير صالح من وحدة مكافحة الملاريا في إقليم القاشبركة إن النجاحات المسجلة في قطاع الصحة قد تحققت بتعاون الشعب والمؤسسات الصحية، داعيا لمواصلة التنسيق بشكل أقوى مستقبلا. وأوضح مسؤول وحدة التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة السيد سلطان حقوس ظاهرة الملاريا في مديرية تسني وقلوج ومولقي وشامبوك وعالي القاش، وقد تم تدريب 550 ممثلا من القرى للسيطرة عليه. من جانبه دعا مدير مديرية تسني السيد سيوم جبرئيوسوس إلى تنسيق الجهود لأن الإصحاح البيئي هو العامل الرئيسي للوقاية من المرض. اقترح المشاركون في الاجتماع لتوفير آلات لدفن البرك التي يصعب دفنها بالقدرات البشرية، وأن يكون يوم السبت يوم نظافة على مستوى المديرية. أفاد مسؤول عيادة أوملي في مديرية فورو مساعدة تمريض زايد مبرهتو ارتفاع الولادة في العيادة في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 10%، وأشار أيضا إلى ارتفاع مراجعة الحوامل في العيادة بنسبة 5% والتطعيم بنسبة من 4%. وقال إن الإنجاز الذي تحقق نتاج الوعي المتنامي مؤكدا على استمرار التنسيق التوعوي مع الشركاء، موضحا بأن غرف انتظار الحوامل المشاهدة بالشعب هذا العام لها دور في الدفع بالخدمات الصحية. تقدم عيادة أوملي الخدمات لضواحي نانلو وإيرومالي ومالكا وروبا حداس، وكذلك للسكان رالو في مديرية الدقيح. قامت شرطة مديرية قندع بأنشطة توعوية لمكافحة الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية. ودعا مسؤول مكافحة الجريمة الملازم كفلي استيفانوس في الاجتماعات التي عقدها للسكان قحتيلاي وماي حبار ونفاسيت ولاعيتان وإمباتكالا وحوتيت ودونغولو العلاي ودونغولو تحتاي وقندع، وكذلك للطلاب المشاركين في حملة التنمية. دعا لتعزيز المشاركة والتعاون الشعبي لمكافحة الجريمة وكشف الجنات وتقديمهم أمام القانون. وذكر بالأرقام الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية المرتكبة في النصف الأول من العام، والتي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 25 بجروح. وقال الملازم كفلي إن تسليم الممتلكات التي عثر عليها ساقطة للشرطة تتزايد، وموضحا بأن الممتلكات التي عثر عليها المواطن محمد صالح عبد المنان البالغ من العمر 32 عاما، والتي تقدر بأكثر من 54 ألف نقفة من الذهب ومال النقدي يعكس العمل الصالح. مشاهدينا، فاصل ونعود لمتابعة الأنباء للصعيد العالمي، ابقوا معنا. تحطمت طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو النيجيري بعد تعرضها لإطلاق نار أثناء محاولتها إجلاء ضحايا كمين نفذته عصابات مسلحة وأدى لمقتل 26 جنديا. وقال المتحدث باسم سلاح الجو إدوارد جاب كويت إن الطائرة تحطمت قرب قرية شوكوبا في منطقة شيرورو بولاية النيجر بعد تعرضها لإطلاق نار من عصابات مسلحة. وأضاف أن التحقيق جار وأنه لم يعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متنها. وقال مصدران عسكريان لوكالة الصحافة الفرنسية إن عصابات مسلحة أطلقت النار على طائرة مروحية أرسلت لإجلاء ضحايا كمين
نفذته ضد قوات الأمن في المنطقة. وأضاف المصدران أن العصابات نصبت كمينا لقوات الأمن وسط نيجيريا، مما أدى لمقتل 26 جنديا وإصابة 8 آخرين. دعت قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العلمين المصرية إلى ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها الدولية. وشدد القادة في بيانهم الختامي على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية السابقة. وبعد أن أكد السيسي والملك عبد الله دعمهما الكامل لجهود عباس في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، شددا على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بصفتها القوى القائمة في الأرض الفلسطينية. وأظهر البيان الختامي للقمة عزم القادة على الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة وذات مغزى. أعلنت روسيا اعتراضها مقاتلة حربية نرويجية بعد اقترابها من الأجواء الروسية. في الوقت ذاته أعلنت كل من بريطانيا وهولندا وبلجيكا اعتراضها مقاتلات روسية اقتربت من أجواء الدول الثلاث. وقد ذكرت روسيا أنها منعت طائرة حربية نرويجية من انتهاك مجالها الجوي، في حين أكدت أوسلو أن إحدى طائراتها كانت في المجال الجوي الدولي ولم تكن تنوي اختراق المجال الجوي الروسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة من طراز ميغ 29 منعت طائرة نرويجية من طراز بوينغ بي 8 بوسيدون كانت فوق بحر بارنتس من انتهاك حدود الدولة الروسية. وجاء في بيان الوزارة أنه تم إرسال مقاتلة من طراز ميغ 29 من قوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، وذلك بعد تحديد هدف جوي على أنه طائرة بي 8 بوسيدون تابعة للسلاح الجوي النرويجي. كما أعلنت هولندا والدنمارك أنهما أرسلتا طائرات مقاتلة من طراز F-16 لمراقبة قاذفتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي التابع لحلف الناتو في بحر الشمال. علقت السلطات الإيطالية الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطار كاتانيا جراء ثوران بركان في جبل إيتنا جنوب إيطاليا. وأظهرت لقطات ليلية النيران والحمم البركانية وهي تقذف من فوهة أطول بركان نشط في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه 3324 مترا. ويعد إيتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد ثار مرارا خلال السنوات 500 الماضية. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. قرى الثقافة تسهم لنقل التراث في مهرجان إريتريا. نتائج مرضية لتنمية الفواكه. دعوة لتعزيز دور المجتمع لمكافحة الملاريا. عصابات مسلحة تقتل 26 جنديا وتسقط مروحية عسكرية بنيجيريا. قمة العلمين تدعو إسرائيل للالتزام بتعهداتها. روسيا ودول في الناتو تتبادل اعتراض المقاتلات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.